السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم ابتسام، والنهاردة عندنا خروجة. فيديو مختلف كده النهاردة. طبعا احنا بسبب بقى الموضوع المدارس، ودخلنا على المدارس ودروس وبيت ويعني في دربكة كده ليل ونهار على طول. فقلت بقى ايه، اخرج كده واغير جو شوية. وكانوا اولادي في الدروس، بس كانت عندي بنتي بقى اللي هي في ثانوي. فحبيت اخدها معايا كده، وقلنا نغير جو انا وهي. طبعا هي مضغوطة في الدروس وكده، فقلنا نغير جو ونتمشى ونخرج كده مع بعض. اخدتها وخرجنا وطلعنا على البحر ورحنا المنشية، وهي كانت حابة ان هي كده تخش كده ايه من جوه في الشوارع كده وتتفرج. واخدتها ودخلنا المنشية من جوه. ده هنا الجندي المجهول. طبعا الفيديو ده هيبقى حلو كده للناس اللي هي مثلا ما بتنزلش اسكندرية كتير، ويعني عندها كده ايه شغف، تعرف كده اسكندرية من جوه شوية وكده. احنا فين دلوقتي؟ احنا كده في سوق فرنسا. قلنا كده نتمشى جوه في السوق. وانتوا عارفين بقى احنا كحريم يعني بنحب كده نتفرج ونشوف كده المحلات ونشوف كده الهدوم والحاجات اللي نازلة جديدة والكلام ده كله. ودوت احنا كده عند زنانة. ده سوق اللعب. ده زنانة هنا كده. تمام. دخلنا بقى كده هنا واتفرجنا، وقعدنا كده نتمشى كده من جوه شوية كده ونبص ونتفرج على المحلات ونشوف الحاجات الجديدة. وهنا السوق بيبقى بصراحة مليان من كل حاجة. بيبقى فيه كده من الإبرة للصاروخ يعتبر زي ما بيقولوا. كل حاجة فيها مفروشات وفيها اكسسوارات وفيها مكياجات وشنط وألعاب أشكال وألوان. وكل حاجة موجودة. وكل حاجة يعني في حاجات غالية وحاجات رخيصة. في من ده وفي من ده. انا كنت بحب اجي هنا بصراحة لما كانوا عيالي صغيرين كده شوية. كنت بحب اجي يعني اجيب اللعب بتاعتهم من هنا. آم، كنت بجيب الحاجة مثلا بتبقى ارخص من بره شوية. وبعدين في كل الاشكال وفي كل حاجه، وفي الحاجات الغاليه وفي الحاجات الرخيصه وفي الحاجات الخامات عاليه وخامات متوسطه. موجود كل حاجات. كل الحاجات اللي انت تختار لك كده على بال موجوده هنا في السوق هنا. بصوا كل حاجه. وفي بصوا يعني دوت مثلا بتاع توك. بيبيع مثلا قطاعي وجمله نضارات. وفي كده بصوا دقايق كده من جوه ديت بقى جميلة جدا برضو. مليانة من جوه محلات وحاجات ايه تحفة. فاحنا بصراحة كنا بنحب السوق ده قوي. وعشان هما بقى كبروا بناش نخش كتير قوي هنا. فهي حبت نتمشى جوه كده ونتفرج ونشوف. وبقالنا كتير قوي قوي ما جيناش يعني سوق اللعب. فبصراحة في حاجات جميلة قوي. حاجات أعياد ميلاد وحفلات وبصوا بلالين وكل حاجة. محلات من كل شكل ونوع ولون موجودة هنا. وكل حاجة تختار لك على بال. احنا كده طلعنا برا في سوق فرنسا، بس يعني من جوه شوية كده. سوق فرنسا بقى هنا مليان بتوع دهب، بتوع فضيات، وبتوع الأقمشة. كل حاجة برضو موجودة هنا في سوق فرنسا. بصوا كل حاجة كل حاجة موجودة. إيه، بصي توك وشنط وحاجات كتيرة جدا. دخلنا كده برضو من جوه
قلنا كده نتفرج برضو في الدقايق دي، تكون فيها حاجات جميلة وفيها محلات كده برضو من جوه. بصوا طلعنا كده بقى تاني، بصوا فضيات ودهب، كل دوت كل دي محلات موجودة في سوق فرنسا. كفاية حتى ان انتي تنزلي تتمشي، تنزلي تتفرجي، مش لازم تنزلي تشتري، مش لازم، لا انزلي اتفرجي، خدي فكرة على الحاجات الجديدة، خدي فكرة على الحاجات. مثلا انت تكوني مثلا عايز تشتري حاجة بس ما عندكيش فكرة الحاجة دي وصلت سعرها لكام، تنزلي تاخدي فكرة برضو عن الاسعار، الاشكال، ايه اللي نزل جديد في السوق، الكلام ده كله. مش لازم ان احنا ننزل يعني يا جماعة نصرف ونطلع بقى اللي في جيوبنا والكلام ده كله، يعني لا، كفاية ان انتي تنزلي وتغيري جو وتتفرجي. دي لوحديها كفاية بدل القعدة في البيت والروتين بتاعنا الممل اللي بنفضل كل يوم نقوم الصبح من البيت للدروس للمدارس لده. يعني احنا بصوا الزوايا الصغير دوت ده يطلعنا على الزنقة، الزقاق ده على زنقة الستات. فاحنا بنمل، يعني احنا بيجي علينا وقت وبنزهق. فانا كنت بقى اليوم دوت كنا يوم الخميس وكده، فقلت لها بقى إيه يلا بينا كده ننزل واخواتها كده كانوا في الدراسة في الدروس. قلت لها يلا بينا كده ننزل ونتمشى شوية. فهي بقى ايه قالت لي يلا، على الاقل غيرنا جو، هي غيرت جو برضو بدل الملل والروتين بتاع كل يوم. كل ده احنا في سوق فرنسا كده بنتمشى وبنتفرج على المحلات وعلى الحاجات. كل بصوا دي أقمشة فساتين وستاير ومفروشات بأشكالها وألوانها وأنواعها، وحاجات كلها بجد تحفة جدا وحاجات جميلة قوي. وده يعني شارع بجد مليان، يعني في آخره كمان في بصوا اهي بتوع الموبيليا، وفي دقايق كمان من جوه كده من بتوع الموبيليا ديت. يعني مثلا الاسبوع اللي جاي ده في جوه بتوع موبيليا بيعملوا بقى الموبيليا دي من اولها لاخرها، بيبقى خشب ابيض بقى كده وشغالين فيها وكده. فاحنا هنا كده خلاص طلعنا بقى عشان خاطر قلنا كفايه كده، وخلاص هنركب ونروح. واحنا هنا كده في بحري، يعني قدام كده شوية أبو العباس، أو كده ورانا أبو العباس. وهناك بقى كده القلعة قدامنا. واحنا كده خلاص احنا هنركب وهنروح. وإن شاء الله يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك، ولو ما اشتركتيش معايا يا ريت تشتركي وتنوريني في عيلتي الجديدة. وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة حبايبي.